حتى دوك المطاعم ذات الصبغه السياحيه هما مساكن راه لا حول. اللي يقدر يدير البار راه دار البار، اللي ولا كيدير الشيشه ولا كيدير الشيشه، واللي ما قدر يدير لا هادي لا هادي راه جالس مسكين كيشيش الدبان. شكرا لك. غنرجعوا لك بالنسبه للسي حاتم مرزوقي، بالنسبه لغرفه التجاره والصناعه والخدمات امام هذه المشاكل، كيفاش تلقيتوا خبر ديال اغلاق المحل، اغلاق تجار المنتسبين للغرفه 48 ساعه، ومستقبلا ربما يكون كل اسبوع اغلاق يومين؟ كيفاش كتقبلوا؟ واش تقبلتوا هذا القرار ولا عندكم مؤاخذات عليه؟ شكرا سي احمد المتوكل. بدوري كذلك كنشكر راديو بلوس على المواكبه ديالو الدؤوبه فيما يخص متابعه كل المشاكل التي تتخبطوا فيها القطاعات ولا كل الساكنه ديال مدينه اكادير. بالمناسبه اولا كنهني السيد ولي جهه سوس مصادرة على توليه المنصب في مدينه اكادير، وكنتمنى ليه انه النجاح في المهمه ديالو. بالنسبه للغرفه ديال التجاره والصناعه والخدمات، لابد ان نشيروا ان هذه المساله هذه كانت دائما تتداول من خلال اللجنه ديال التجاره والصناعه لجنه التجاره داخل الغرفه، وكانوا من الاولويات اللي كانوا عندنا مطروحين وهو الاشكالات اللي كيتخبطوا فيها تجار ديال الصناعه التقليديه، لا من خلال هذه اللجنه ديال التجاره او اللجنه ديال السياحه. كنعرفوا بانه الاشكالات اللي طرحها اليوم السي عبد الرزاق هي ملموسه على ارض الواقع، هي يتخبط فيها التجار هذا منذ عقود. هذا ماشي شنو هو الدور ديال الغرفه الا التجار كيتخبطوا في هذه المشاكل؟ شنو هو الدور ديال الغرفه في هذا الشان هذا؟ شنو اتخذتوا انتم؟ شنو هي التدابير اللي درتوا؟ هذا سؤال وجيه. حنايا من خلال كاعضاء داخل الغرفه خصنا نعرفوا بانه هناك مكتب، وانا لست داخل المكتب. حنايا انا خارج المكتب، وبالتالي الذي يمكن ان يسهر على تطبيق ما تخرج به الجمعيه العامه وهو المكتب ديال الغرفه. نحن خرجنا بقرارات اللي هي قرارات واضحه فيما يخص التلاعبات اللي كاينه فيما يخص المرشدين الغير مرخصين او لا كل ما يليه ولا ما يتصل به من عمل غير مهيكل، من خلال كذلك السمسره التي تقع ما بين وكاله الاصفار وبعض المحلات اللي ولات هي الوجهه الوحيده بالنسبه للسياح في اطار واحد العمليه ديال المضاربه اللي كيعملوا بها هاد الناس هادو وخارج القانون، بحيث ان الثروه الوطنيه اللي من المفروض انه يستفد منها الجميع وانه تكون هي يعني لصالح جميع التجار ديال الصناعه التقليديه، واذا بنا اننا كنلقاو واحد الفئه من دون اخرى هي التي تستفيد. وانا اكرر اقول بانه هذه من المطالب اللي لحينا عليها، وهي داخل المحاضر اللي كاينه في غرفه التجاره والصناعه والخدمات اكادير. يمكن اننا ما نعيبوش ولا ننتظروا كثير من الغرفه ديال التجاره، لانه عندها واحد الدور استشاري فقط. وبالتالي حتى المشرع لما اعطى لها غير هذا الدور الاستشاري كيخلي حتى اليد ديالها ما كتكونش طويله وما يمكنش لها تمشي لاجراءات كل ما تتخذه من قرارات داخل هذه الغرفه هذه. وبالتالي ولكن الغرفه من حقها انها تعقد مثلا طبع العقد لقاءات مع الوالي، مع رئيس البلديه، مع رئيس الجهه، مع المنتسبين لها، لان كلهم منتسبين لكم، خص تدافعوا عليهم. هذا صحيح انه ماشي فقط بالبيانات ولا بالبلاغات ولا خص حاجه تفيد الناس. الناس الان راه وصلوا للافلاس، راه كاين مجموعه من الاسماء، مجموعه من المحلات الان راه وصلوا للافلاس، المعرضين للتشرد. انا اضع نفسي في الموقف ديال سي عبد الرزاق، لانه يمكن انا ساتكلم من الموقف اللي تيتكلم مع عبد الرزاق سي عبد الرزاق اكثر من اي موقف اخر. انا اتفهم الوضع لانه ما يعيشه عبد الرزاق اعيشه كذلك. انا لست عضوا داخل غرفه التجاره وكفى، انا كذلك تاجر في الصناعه التقليديه، وبالتالي كل ما قاله سي عبد الرزاق هو نلمسه على ارض الواقع. العمليه ديال انه المواكبه او الاحساس ولا الديناميه ديال هذه المؤسسات المنتخبه باش دير حد لهذه المشاكل هادو، كاينين مبادرات، ما خصناش نكونوا عدميين. كاينين مبادرات، منها مبادره اللي قامت بها غرفه التجاره والصناعه والخدمات مؤخرا، وهي فيما يخص علامه الجوده.
علامه الجوده من خلال انه يكونوا محلات اللي كيتوفروا على خدمات اللي هي ممتازه وفي اطار اللي هو حديث، وعندهم الصناعه ديال التقليديه اللي هي ذات جوده ممتازه، غادي ياخذوا واحد علامه الجوده باش تكون عندهم واحد الامتياز ويولي عندهم انهم فرصه. سي مرزوقي عفوا المقاطعه، راه الناس ما عندهمش يخلصوا الضوء والماء. انا انت كتهضر على الجوده، كتهضر على الجانب الاخر، الناس ما عندهمش يخلصوا الضوء والماء. راه لا تنقول لك بانه ما قامت به الغرفه الى حد الان، ولكن هل هذا كافي؟ هو ماشي غير كافي ولا ينسجم مع الاطار اللي هو تعيشوا هذه الفئه من التجار، لانه الاساس شنو هو؟ وهو تلقيه الفضاء اللي كيخدموا فيه هاد الناس هادو، من خلال ملي كتقول لي مثلا بانه هناك مرشدين مزيفين هم اللي كيملؤوا الساحه، وهم اللي ولاو الناهي والامر، هو اللي ولا يوجه الناس فين غتمشي وفين ما غاديش تمشي، وهو اللي ولا يخلي السياح واش يدخلوا للمركب ولا ما يدخلوش ليه. هادو راه بعض المسائل اللي هي كاينه موجوده، ولكن لا الغرفه بوحديتها ولا الجهه ولا اي كان ولا البلديه ما عندهاش من القوه ولا الامكانيات بانه تحد من هذا العبث هذا. نعم. الاشكال اللي هو مطروح هو انه حنايا في قطاع ديال التجاره ديال الصناعه التقليديه هو واحد القطاع اللي هو متشعب، بحيث انه له علاقات مع وزارات مختلفه. كاينه وزاره العدل خصها تكون حاسمه في هذه المساله هذه، كاينه وزاره الداخليه خصها تكون حاسمه في هذه المساله هذه، كاينه وزاره السياحه خصها تكون حاسمه في هذه المساله هذه. وهذا ماشي الكلام ديالي، هذا الكلام ديال السيد الوزير ديال السياحه اللي جاء مؤخرا، وكان قال من الاولويات ديالو وهو انه سيقضي على ما يسمى بلانفورميل، يعني القطاع الغير المهيكل. وحنايا الايحاءات اللي عندنا بانه سنعمد على اننا التنظيف والتجفيف من كل العابثين بهذا القطاع هذا، لانه انا اللي كنحس به هو انه كاين هناك ترابط ما بين الصانع التقليدي الذي يشتغل وكيوجد هذا سميتو، وعندك التاجر الذي يعمل على تسويق هذا العمل، هذا المواد، هذا المنتوجات ديال الصناعه التقليديه. وبالتالي حنا راه كنحافظوا على مجموعه ديال الناس اللي مساهمين براس المال، اللي كيوفروا يعني مناصب شغل، اللي ما كلفوش عناء الدوله باش تلقى لهم مناصب شغل. وبالتالي حنايا على الاقل الا كانت الحمايه كل هذه المشاكل هذو ما غاديش تكون مطروحه. نعم، شكرا لك سي مرزوقي. نرجعوا للسي عبد الرزاق شامسي. كما اشار الاخ مرزوقي، الان اللي فوقيد هما اللي كيتحكموا ربما في القطاع، هما اللي كيرشدوا، هما اللي الامرون والناهون في مدينه اكادير مع الاسف. اش غادي نقول لك؟ البارح تفرجنا في ميدي ان واحد البرنامج على الشرطه السياحيه في مراكش والشرطه السياحيه في فاس، وشفنا طريقه العمل ديالهم. الا كان داك الشيء صح، حنا شفنا اللي ولادنا التلفزيون. حنا بغينا غير داك الطريقه اللي كيتعاملوا، اللي كيخدموا بها دوك الناس في مراكش، حتى حنا وصلنا، حتى حنا حقنا. لان حنا ملي كنقولوا لهم اودي راه المرشد السياحي كيقول لك اش غادي نديروا له، لان كنشدوه وكيتطلق. كاين فراغ قانوني. الا كاين فراغ قانوني في اكادير ومراكش ما فيهاش فراغ قانوني، هذه انتحال الصفه هذه باينه، هذه بوحدها انتحال الصفه. البارح شفنا المرشد السياحي كيتقدم امام الوكيل العام في مراكش وكيتحكم عليه. حنا في اكادير كيقول لك كنديوه وما عندناش يعني القانون باش نحكموا عليه. هو المشكل ان هذه حنا ما فهمناش. هذا المشكل الكبير هو ان هاد اللي فوقيد هادو كيكونوا في حاله غير طبيعيه، مسكرانين ولا مخمورين الا ما سكرانش ما غاديش يقدرش يدير داك الخدمه. البائع المتجول في مراكش كيشدوه كيديروا ليه احتلال الملك العمومي بدون حق. في اكادير ما كيهضر معاه حتى واحد، ما كيتكلم معاه حتى واحد. علاش؟ هذا هو السؤال اللي بغينا نفهموا حنا. علاش؟ واش اكادير مقصوده؟ واش اكادير القانون ديالها بوحدها؟ واش الناس ديال اكادير بغاو هما هذا الشيء؟ واش البلديه ديال اكادير سامحه في هذا الشيء؟ هذا هو السؤال. واش البلديه هي بغات هذوك الناس؟ ملي كنمشيو نسولوا على الرخص، الرئيس ديال البلديه كيقول انا ما عطي حتى رخصه. ملي كنمشيو عند رئيس الدائره الحضريه ديال اكادير كيقول لك هذوك الناس عندهم رخص البلديه. حنا غيبين بين الباشا وبين رئيس البلديه كنلقاو الحوار مختلف. هذا كيقول لك انا ما سنيت حتى شي رخصه عند شي واحد، هذوك الناس ما عندهمش الرخص. ملي كنمشيو عند الناس المسؤولين كيقول لك لا، هذوك الناس عندهم رخصه البلديه وراه محطوطين تما قانونيا وما نقدروش نهضروا معاهم. ملي كتمشي للبحر
كتلقى واحد العادات ديال الباعه المتجولين في البحر. البازارات كيتساراو بهم الناس في ظهرهم على ديال الصناعه التقليديه في البحر. ملي كنمشيو نهضروا ليه هضرنا معاه كيقول لك هذوك الناس وتصور لي ندخل عند المسؤول من الشرجم ديالو كنقولوا راه فين حاط الطبله، كيقول لك لا ما كاين حتى واحد تما. ولينا حنا بحال كنضحكوا، ولينا حنا اضحوكه، ماشي غادي نسدوا حنا غادي نفوتوا السدان لهيه باش نحطوا كل واحد امام المسؤوليه ديالو. نعم. وحنا ما غادي نديروا فوضى، ما غادي نضربوا بالحجر، ما غادي نغوتوا، حنا غادي نديروا المسائل اللي كيعطيها لنا الدستور واللي مضمونه لنا في الدستور. نعم. حتى نشوفوا فين غادي نوصلوا بهذا الشيء هذا، لان ماشي معقول ملي كتدخل عند المسؤول ويستهزأ منك. خصنا نحطوا امام الامر الواقع. غير بغيتوا نمشيو نصلحوا هذا الشيء هذا نصلحوه، ما بغيتوش نصلحوه شنو بغيتوا نسدوا، حنا غادي نسدوا صافي. حنا غادي كما قلت وغادي نعاود نقولها، ما بغاوش يكون البازار في اكادير، حنا غادي نوريهم اكادير بدون بازار اش كيسوى. حنا ما كنساوي والو، حنا غير دايرين معرض دائم في مدينه اكادير، معرض دائم حنا كنعرضوه وكنزوقوا الدنيا وكنقادوها. ما بغاوهاش حنا غادي ننزلوا الردويات. هذا هو القرار الاخير. هذا قرار ماشي ديالي انا، هذا قرار ديال الجمعيه العامه، الناس اللي تاخذوه وهما اللي غادي ينفذوه. حنا غادي نديروا الاجراءات القانونيه ديالو باش يتنفذ فقط. نعم. نرجعوا للسي مرزوقي، مشاكل كثيره في هذا القطاع. الغرفه ربما كما اشرت بالنظر القانوني الى قوتها الاقتراحيه مازال مع الاسف ما عرفاش الان شكون اللي مسؤول على القطاع، واش الغرفه ولا البلديه ولا الولايه، وشكون المسؤول على القطاع، شكون اللي عنده الحق انه شكون هذه الجهه اللي ممكن هاد الناس هادو يمشوا له ويردوا لهم الحق ديالو. لا كما قلت لك السي احمد، الاشكال هو راه متشعب. لا دابا الناس هادو دابا غادي يسدوا، ملي كيسد الواحد يومين عنده التبعات، عنده خاصو الماكله ديال الدراري، خاصو الماكله ديالو، خاص الضرائب الى اخره. دابا هاد الناس هادو دقوا جميع البيبان، مشاو للبلديه، مشاو لولايه الامن، مشاو للسلطه، مشاو الغرفه محدوديه ديال التدخل ديالها. دابا هاد الناس هادو اشنو هي الجهه اللي يمكن يلتجئوا ليها؟ اولا خصنا بعدا باش نوضعوا الاشكال في الاطار ديالو، يعني انه اشنا هي نوعيه ديال الاشكالات اللي مطروحه اليوم. الاشكالات اللي كاينه مطروحه اليوم واللي سبق اشار لها السي عبد الرزاق، وهي اللي تقض مضجع التجار ديال الصناعه التقليديه، وهو فيما يخص المرشدين الغير مرخصين او المزيفين، ما يسمى بالافويد. انا اتساءل من هي الجهه اللي مخول لها انها تدخل وتدير حد لهذه الظاهره هذه، ولو انه انا في قرارات نفسي كنقول بانه المقاربه الامنيه ليست هي المقاربه الوحيده لمعالجه الاشكال هذا. المقاربه الامنيه هي الى خديناها هي المقاربه الوحيده لمعالجه الاشكال هذا، فهذا وهم. علاش؟ لان هناك منذ سنوات وهذه العمليه كاينه، وبالتالي ضروره التفكير في ادماج هاد الناس هادو اللي كيشتغلوا بشكل او باخر، بحيث انه لا يمكن اليوم اننا نحلوا ما غير على جهه دون جهات اخرى. ضروره انه الجميع اللي هو عنده اراده من اجل انه يزيد ويحسن من الوضعيه ديال هاد التجار اللي اليوم كيأنوا وكيعانوا وما مشاو وما وصلوش لهاد العمليه ولا وصلوا لهاد النتائج هادو ولا هاد القرارات هادو الا من بعد ما طفح الكيل. بما انهم سوق يقلبوا ما كاين اللي يتعاون معاهم، لان كاين عندي عشرات الرسائل ديالهم، انما نقول المئات ديال البلاغات والبيانات. انا بيني وبينك انا حائر في هذا الميل، لان ملي كتلتجئ البلديه كتمشي عند السلطه، كتمشي ولايه الامن، كتمشي للصناعه التقليديه وما كاينش اللي كيجاوبك. اشنو معنيتها؟ بما انه هذا القطاع هذا الناس هادو التجار هادو ماشي كندافع عليهم فقط من خلال الوثائق، يعني ان الناس هادو خصهم يتحيدوا ما دام انه ما كينتموش مثلا لقطاع معين ولا وزاره معين اللي كدافع عليهم، خصهم يحيدوا يديروا شي حاجه اخرى. ولا لا سي عبد الرزاق؟ كاينه وزاره التجاره. شوف لا وزاره التجاره ما داتهاش فيهم. اسمح لي اشنو السبب انه يديروا؟ نعم كاينه وزاره التجاره اللي هي الوزاره الوصيه على هذا القطاع هذا باش نكونوا واضحين. بالنسبه للسيد المندوب ديال التجاره هو واعي بهذا الاشكال هذا، ولكن اشنا هي الاليات اللي بين يديه اليوم باش يحد من هذه الظاهره هذه ولا الظواهر الاخرى، لان حنايا ما بغيناش غير باش نبداو تنركزوا كل الاشكال ديالنا غير في هذه الظاهره، لان هناك ظواهر
اللي هي مشينه وهي اكثر خطوره مما انا نعطيك مثلا تلاعبات اللي كتكون ما بين وكاله الاصفار وما بين محلات بذاتها، واللي كيتم من خلالها واحد الصفقه اللي كتم ما بين هذه وكاله الاصفار وبعض المحلات، وكيمشي لها كم هائل من السياح اللي هي ثروه وطنيه ومن المفروض انه يتقاسمها الجميع، ضاربين عرض الحائط كل يعني المسؤوليات اللي ملقات على عاتقهم، وهي انهم يكون واحد النوع ديال المناصفه من خلال انه المجمعات اللي فيها التجار ديال منتوجات الصناعه التقليديه اللي معروفه تافوك، تاكادير، كودار، لافيل، سوق الحاد، الكومبارتيمون ارتيزانال، هادو هما التجمعات اللي من المفروض يتعطاها واحد الاسبقيه، وضدا على كل ما هي الاعراف اللي معروفه في الدول كلها، انه الاغلبيه تنقول لك واحد 70% من هذه الحافلات اللي كتهز السياح اما عبر وكاله الاصفار من خلال التجميع ديالهم في الفنادق او لا من خلال المراكب السياحيه اللي كتجي، كلها كتمشي لواحد الوجهه معينه، وبالتالي هذا من اللوبيات الخطيره اللي خصنا نتصداو ليه. عندك شكون اللي منعكم انتم كغرفه التجاره والصناعه ولا كجهه سوسمه صدراء ولا كسلطه ولا كامن ولا كبلديه، ما عرفتش شنو الجهه الاخرى اللي غنذكر، اشنو اللي منعكم انه مثلا تصدوا لهذه الظاهره؟ شنو هو المانع؟ الا مثلا اللي بطو كيجيو وانتم عارفين بلي كيجيو حافلات معينه كيخدموا كيشتغلوا مع وكاله الاصفار معينه وكيديو محلات تجاريه معينه، اشنو المانع انه يدخلوا؟ اشنو اللي كيجعل هذه الادارات كلها هذه الجهات كلها اللي عندها علاقه بهاد الناس اللي غادي يغلقوا يومين انه يدخلوا؟ شنو هو المانع؟ شوف، كاين واحد المساله اللي خصنا نتفقوا عليها. نعم. يعني المستوى ديال العمل اللي كتشتغل فيه لا الغرفه ولا الجهه ولا سميتو، انا ما غنتكلمش لك في المؤسسات اللي ما كنتميش ليها، لا فقط المؤسسات فاش كنشتغل انا فين كنشتغل على حساب داك الشيء اللي اشتغلنا عليه، هو انه عطينا تشخيص للوضع وعطينا اشنا هما الاشكالات الحقيقيه التي يتخبط فيها القطاع، ورفعناها المكتب ديال الغرفه بالاساس، رفعناها للغرفه. الدور ديال الغرفه ينحصر في الجانب الاستشاري اكثر من ذلك، بانه من مبادرات، لانه كرئيس جمعيه ديال تجار الصناعه التقليديه كذلك ماشي غير عضو اللي انا انتمي له بكل سميته، هو انني انتمي الى هذه الشريحه هذه، اننا اتصلنا بجميع الاتجاهات، كل شيء الناس اللي هم معنيين بالقطاع تواصلنا معهم. اليوم هل هناك اراده حقيقيه للحد من هذه الظاهره هذه؟ هل اللوبي اللي كيحمي هاد الناس هادو اللي كيخدموا بهذه الطريقه هذه هو اقوى من الصوت ديالنا؟ لانه احنا ما عندناش اليه ديال التفعيل، اللي عنده اليه ديال التفعيل ما هما الجهات. شنو هي الجهات اللي عندها الحق انها تدخل؟ اعطيني الاسماء ديال هذه الجهات اللي عندها الحق ديال التدخل. انا غادي ناخذ لك داكشي اللي قال السيد الوزير السياحه. شكون هذه الجهات؟ عندك اسيدي وزاره السياحه، عندك وزاره الداخليه ووزاره العدل، هادو ثلاثه ديال المتداخلين خصهم يقروا اشنا هما الوسائل الناجعه للحد من هذه الظاهره هذه. شكرا لك سي عبد الرزاق الخليفي. عندك شي اضافه اخرى؟ لا قبل من انا عندي غير واحد المحضر ديال الاجتماع اللي كنا حضرنا ليه، استدعينا ليه الولايه، مقر ديال الولايه. اش من عام في 2009. من بعد ذاك الوقت، مع ذاك اليومين ديال الاغلاق اللي غلقنا في مارس، يعني يوم 16 17 مارس 2009، تم استدعائنا للمقر ديال الولايه، وحضروا مسؤولين على كل قطاع وكل جهه راسلناها، وعندنا يعني احنا كنلتمسوا منها الحلول. حضروا معنا، حضر معنا. المهم عندي هنا ارساليه هذا المحضر، وفيه من والي جهه سوسمه الصدراء عامله اكادير دوتنان الى الساده والي امن اكادير، رئيس المنطقه الحضريه لاكادير، رئيس المنطقه الحضريه لبن سرقاو، رئيس المجلس الحضري لاكادير تحت اشراف السيد رئيس المنطقه الحضريه لاكادير، رئيس غرفه التجاره والصناعه والخدمات لاكادير، رئيس المجلس الجهوي للسياحه باكادير، المندوب الجهوي للسياحه باكادير، المندوب الجهوي للصناعه التقليديه باكادير، المديريه الجهويه للضرائب باكادير، مندوب التجاره والصناعه اكادير، غرفه التجاره والصناعه والخدمات لاكادير. ورقه الارسال مكتوب فيها تقرير شحال من جهه هذه كاينه، والجهات كلها الادارات كلها بالقوه ديالها. المهم السي احمد انا اللي سميتو
فيها الملاحظه، يعني هذه ورقه الارسال، الملاحظه قصد الاخبار والعمل على تنفيذ توصيات الاجتماع. احنا منين شدينا هذا المحضر حضرنا في الاجتماع وكان هناك حوار مسؤول، احنا استبشرنا خيرا وقلنا وصلنا لواحد الباب اللي غادي نخرجوا منه بواحد الحل اللي غادي يرضي الجميع. احنا عن حسن النيه مشينا خبرنا التجار ديالنا قلنا لهم اودي راه حنا حضرنا في الاجتماع، راه داك اليومين ديال الاغلاق اللي كانت راه جات الثمار ديالها، الا ما شديناش 100% ديال هاد سميتو ديال هاد المشاكل غادي تكون واحد 60% واحد 70%. فرحنا هنا اللي تقرر في الاجتماع ها هو، ولكن هذا الشيء راه ما فاتش هاد الوراق، هاد القرارات بقات كلها في الوراق ما تنفذ منها حتى حاجه. كان معنا السيد رئيس الغرفه ديال التجاره والصناعه ديك الساعات، وكان هو عضو في البلديه وقال لنا يعني كتقصد سعيد الدور. نعم سي سعيد الدور قال لك انا جي دو شابو دابا عندي دو كاسكيت ديال البلديه وديال هو كان ديك الساعه نائب الرئيس في البلديه، وقال لك اودي فيما يخص الباعة المتجولون الاتفاق على القيام بحملة لمحاربة هذه الظاهرة خاصة بقصبة أكادير وفلة والمنطقة السياحية، وتلتزم الجامعة الحضارية، هي راه هادشي راه مش الكلام ديالي، هذا الكلام اللي مكتوب في هذه الورقة الإرسالية. تلتزم الجامعة الحضارية بوضع رهن إشارة السلطة المحلية شاحنة وعمال، حيت ديك الساعة هادو رؤساء المنطقة الحضارية تشكاو وقال لك حنا ما عندناش الكاميو، تينا مشينا لدوك الناس وبغينا نجمعوا لهم وكي غادي نديروا. جا السي سعيد الدور قال لهم انا الكاميو والعمال اللي غادي الى احتاجتهم، لان ما غاديش يحتاجوهم، منين غادي ينوض صح اللي عنده شي سلعه غادي يجمع يجي بحال هادشي حنا كنعرفوه. قال لهم الكاميو والناس على حسابي، هذاك على حساب البلديه، على حساب البلديه. رئيس المنطقه الحضاريه قال له حنا السلطه، حنا غادي نديو المخازنيه وغادي نمشيو، اللي بغى يتحيد بخاطرو يتحيد، اللي ما بغاش يتحيد بالسلطه. اشنو وقع؟ هذوك الناس ديال القصبه ديال اكادير وفله راهما واش تحيدوا ولا ما تحيدوش؟ واش تزادوا؟ راهما كيما هما. حنا مؤخرا السي احمد حسينا بواحد الحيف، حنا تجار الحقره، وحسينا بواحد الحقره. امتى حسينا بها؟ منين شفنا سوق الحد وداك الباب 6 والباب 8 والباب 1 و2 وداك الفراشه اللي كانوا كلهم تما، وداك اللي جيت سيدي يوسف، شفنا داك الناس، وكان داك الشيء واحد وكان كل شيء كيقول لك داك الشيء عمره ما يتحيد، ما يمكنش داك الشيء يتحيد. واحد اش تحيد؟ عرفتينا مشاو الى قاسوهم غادي نطيح تما الروح. ومنين جات السلطه وكانت الاراده ديال الوالي السابق اللي مشى، كانت الاراده ما عرفت ديال من ديال الولايه، وكانت الاراده وكانت انا معترض على لان الولايه هي السلطه هي اللي دارت، تحيدوا من تما. حنا فرحنا قلنا ايوا دابا راه غادي يدوزوا للفراشه مزيان، غادي ينقيو المدينه ديال اكادير. ما قاسوش بائعي منتوجات الصناعه التقليديه بوحدهم، تحيدوا مالين الخضره، تحيدوا مالين الحوايج، تحيدوا مالين الصباط، تحيدوا لا منتوجات الصناعه التقليديه بوحدها. في نظركم علاش؟ حنا كنحسوا بان القطاع ديالنا مقصود. هاد الناس هادو بغاو هادوك يكونوا، ولا هما اللي حاطينهم تما، ولا ديالهم هادوك الطبالي ديالهم، ديال من؟ ديال هادوك الناس اللي مسؤولين يحيدوا هادوك، هما اللي حاطينهم تما. نعم. شنو باش غادي نفسروها؟ الا مشيتي حيدتي الخضار وحيدتي مول الصباط وحيدتي مول المعن وخليتي مول البازار، هي ديالك، مشارك معاه ولا انت اللي معمر ليه. حنا شوف ما باقيش غادي نسكتوا، غادي نهضروا، الحقيقه خصها تبان. صافي داك الكلام بالرموز مشى، دابا نهضروا بالواضح. نعم. على كل حال نرجعوا لضيفنا الكريم كما وعدناكم، وبغينا نسمعوا الاراء ديال بعض المستمعين. معنا رفيق رباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل سي رفيق. كنشكروا الاذاعه وكنشكروا الناس اللي حاضرين معكم، السيد امين المال ديال الجمعيه المعنيه تجار المنتوجات الصناعه التقليديه، وكنشكروا الاخ الكريم العضو ديال غرفه التجاره والصناعه والخدمات السيد حسن المرزوقي. سير رفيق، عافاك الا كان ممكن عندنا ضغط في الخطوط الهاتفيه. السؤال ديالكم ولا المشاركه ديالكم مباشره؟ المشاركه ديالنا خويا هو اننا كنحمل المسؤوليه من الجانب ديال لي فوقيد مباشره للسيد رئيس الفرقه السياحيه، مباشره هو اللي كيتحمل المسؤوليه، لان هذاك الفرقه ديالو هي اللي دايره لنا الفساد في هذه المدينه السعيده. حنا ولاد المدينه وكنشوفوا لا بريغاد توريستيك ما قيمتش بالواجب ديالها، لا بريغاد توريستيك هي اللي حاطه لنا هاد اللي فوقيد
في وسط المركبات السياحيه اللي كيتواجدوا بوسط المدينه وفي المدار السياحي، والمركب الكبير ديال سوق الاحد. يعني كل باب ديال سوق الاحد فيه واحد العدد ديال اللي فوقيد، يعني المرشدون المزيفون واللي كيعاقب عليهم القانون، يعني انتحال صفه ديال مرشد حقيقي. هذه الاولى. ومن جانب اخر الباعة المتجولون اللي كيتواجدوا على الشاطئ وفي المدار السياحي وفي وسط المدينه. نحمل المسؤوليه السيد رئيس المجلس البلدي والسيد والي صاحب الجلاله. جديد راه باقي جديد مازال ما عندش ملفات. نعم يا اخي، الوالي الجديد راه باقي مازال ما طلعش على الملفات كلها. واخويا حنا ما كيهمناش الوالي الجديد، حنا ما لا نعبر احد. حنا صافي، حنا وصل يعني عينما نرسلوا عينما نصبروا. حنا ما كيهمناش، كتهمنا الولايه. هذيك الولايه هذيك المؤسسه خصها تبقى لنا حل. بما ان هناك ما يسمى الوالي حضر لهذه المشاكل ديالنا. حضر الاول مشى، حضر الثاني مشى. حنا نبقاو نتسناو في الاول يدوزونا يطعينوا على ظهرنا ويجوا هنا لهذه المدينه يدوزوا عليها يقضيوا المصالح ديالهم الشخصيه. شكرا. الملايير من المدينه. هذوك عصابه ديال المرتزقه كيجوا لمدينه اكادير كيستغلوها من الكبير وكتبقى تهبط عند الصغير. وهاد الباعة المتجولين كيتواجدوا في وسط المدينه وفي سوق الاحد وفي البحر. هاد الباعة المتجولون يا اخي انا كنحمل المسؤوليه للسلطات. شكرا لك. هي اللي دايرهم حطاهم لينا في هاد المدينه. الله يجازيكم بخير. شكرا لك الاخ رفيق رباح. معنا مستمع اخر الاخ محمد من اكادير. سي محمد. خويا وي اللي بغيت نزيدوا اكثر من هذا بان المتاجر ديالنا اصبحت محاصره. يعني الزبون ملي كيخرج من لا ريسبسيون كيتعرض ليه مول الطاكسي كيديه فيما بغا هو. خرج من الباب ديال الشاطئ كيتعرض ليه البائع المتجول. يعني حنا رجعنا هنا غزه، ما بقيناش اكادير. يعني رجعنا محاصرين، يعني محاصرين بواحد الطريقه يعني متقنه. وانا كنحمل المسؤوليه بالدرجه الاولى. الولايه هي اللي خصها تدخل بصرامه. المشرع حتى هو يدير قوانين جداد على هذا سميتو، على هذا الفوقيد وهذا سميتو. هذا الفوقيد هذا مثلا البوليس كيديه. كنعيطوا للبوليس كيجي كيهزو من حدا المحل ديالنا ميم با 30 مينوت كيرجع يوقف لك حدا المحل. تخاصمتي معاه تيقول لك ما عندكش الحق تمسو، ما عندكش الحق، وهو ما عندوش الحق. داكور هو عنده الحق سميتو يبلوك لي المحل ديالي. انا ما فهمتش. بون ما عنديش الحق نهضر معاه. داكور خصني نعيط للبوليس، ولكن راه واقف لي حدا في محلي كيفاش غندير ليه؟ هذا من جهه. حنا دابا كنقولوا هنا 5 ايام 6 ايام ما كنتفالوا. الباعة المتجولين في لابلاج سميتو بايعين شاريين. يعني ولا بقات الحاله على هاجر. حتى حنا غادي نهبطوا الساعه ديالنا غادي نهبطوا لابلاج. ولا لقيت تما ما بغى يقومش بالمهام ديالو حتى حنا غادي نكونوا ملزمين. يعني الانسان لا حبستي عليه الماء عطشان راه خصو يقلب على الماء باي طريقه. راه عطشونا هاد الناس راه قتلونا هادو. وعلى اي كنشكر الضيوف اللي عندك تما وكنشكرهم بزاف. شكرا لك اخي. عفوا على المقاطعه ولكن عندنا ضغط على الخطوط الهاتفيه. الاخ الخليفي محمد الكاتب العام ربما نفس الجمعيه المهنيه تجار منتجات الصناعه التقليديه. سي الخليفي مرحبا بك. شكرا سي متوكل. العفو. وشكرا لراديو عفوا راديو بليس. بحال تفضل. بدوري بغيت ندلي بالدلو ديالي في هذا المشاكل. تفضل. سي المتوكل، نحن قد اصبنا بالغبن لما نراسل او نكاتب او نطلب من السيد الوالي 4 مرات لكي نجتمع به ونحكي همومنا. لما سنحكي همومنا؟ على من غنشكيو حنا؟ لهذاك اللي صيفطوا لنا سيدنا الذي يمثله ووصل علينا الباب حتى شعرنا بانفسنا اننا اصبحنا مواطنين غير صالحين او اصبحنا اناس غير مرغوب فيهم في هذا المجتمع هذا. لكن الحمد لله هناك دستور جديد اللي اعطانا الحق ديالنا ونتبعوه بشتى الطرق السلميه او اي شيء، لان ما بقينا ما نخسروا. ما بقى عندنا حتى شي حاجه ما نخسروا في هذا. لما الانسان باب محله كيتوجدوا على المتجولون والقارون والفوقيد وزيد على ذلك هلم جرة. ماذا سنفعل حنا هنا؟ حنا يلاه كيعرفوا يصيفطوا لنا اصحاب الاسعار وكيعرفوا يصيفطوا لنا اصحاب الحجز. اقول اصحاب الحجز ديال الضرائب. هذا هو اللي ولينا حنايا هنا في هذا المجتمع هنا عندهم كنمثلوه. لا شيء اصبحنا له شي حاجه شي هدف. بغاونا نسدوه
يقولوا الناس يسدوا المحلات ديالكم، غلقوا. حنا مستعدين نسدوا نديروا لهم السوارت، حنا مستعدين على اتم استعداد، اقسم بالله العلي العظيم نغلقوا المحلات ديالنا ونديروا التفاحه بدون المسؤولين. انا ككاتب عام 40 سنه وانا في هذا الميدان هذا، ما رايت قط في حياتي اهمال لاي قطاع كما اصيب به القطاع ديالنا. حنا اصبحنا في سله المهملات طريقه التاريخ. هادو بغاو يدخلوا لنا راه الانسان لا يتملك الاعصاب ديالو. سير متوكل اشكر سي حسن اللي حدث اللي هو ممثل الغرفه واللي راه هو كيعاني بحالنا، يعاني راه هو كيشوف كلشي قبات عينيه. الان ما بقى لنا شي سدان راه قليل في حقنا. تصور هذا القطاع اللي كان كيضر اللي كيدخل الدوله امره صعبه، اليوم اصبح التاجر ما كيلقاش المصروف ديالو اليومي. هاد الناس هادو واش ما فهموناش؟ وما فهموش اللغه اللي كنهضروا بها. الان اما ان نكون قطاع فعال في المدينه، او يقولوا الناس سدوا حوانتكم كما يقال التجار ديالنا لما كيمشيو يشكيو في مصالح، يقولوا الناس ما كتبيعوا ما كتشريو، سدوا حوانتكم. هذا قالوا لينا، قالوا كيقولوه. عدة خروقات نراها. اصبحنا داك الحائط الصغير، داك الحائط الصغير اللي حنا ما بقيناش دابا. نعم شكرا. ان نكون او لا نكون. شكرا لك. عفوا المقاطعة، عفوا. شكرا. عندنا اخر متدخل قبل ما نخلو ضيفنا الكريم التعقيب ولا نفتحوا نقاش حول محور اخر. عندنا الاخ عبد القادر. الاخ عبد القادر تفضل فقط باختصار اذا كان ممكن. الله يخليك تفضل سي عبد القادر. خويا هذا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. نشكر الحضور السيد العضو ديال الغرفه والسيد امين المال ديال الجمعيه ديال البازارات، وكنشكر الراديو. تفضل. وبغيت نطرق غير لواحد الملاحظه الله يخليك، على بالنسبه لنا كصفتي كتاجر نتكلم على لي كروازير اللي ملي كيجي اخي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ملي كتجي هذه باخره سياحيه كتجي لمدينه اكادير وكتحط في الميناء ديال مدينه اكادير ياك، وكيتحكموا فيها لوبيات، كيكونوا كيران ديال التوريست واقفين دايرين اماس كيسخنوا. فين كيديو هاد السياح؟ كيديوهم لبتي مراكش، يعني هي تارودانت، ولا كيديوهم لمراكش. اذا دخلوا بكري كيديوهم حتى لمراكش، بمعنى انه كيديو حتى لمراكش. كيوصلوا حتى لمراكش. اييه كيبقاو كيران مع 7 الصباح دايرين اماس سخان، غير كيوقف في الباخره كيشارجي وكيمشي. يعني هذا كيفاش؟ لا ولكن عفوا انا ما عرفتش هذه القضيه. وهاد النصارى هذو اللي كيجيو هاد السياح واش عارفين بان جاي الاكادير ولا غاديين لمراكش؟ المهم انا بصفتي كتاجر شفت بعيني اقسم بالله العلي العظيم ورقه كاتبين فيهم اكادير نو شوبينغ، اكادير ما تشريوش. ما عرفتش علاش. واش اكادير عليها مؤامره؟ واش اكادير ماشي مدينه كتواجد في المملكه المغربيه؟ واش اكادير ما كتقولش الله الوطن الملك؟ واش اكادير ما عرفتش اكادير ما يمكنش ما نقدرش لك، ما عنديش شي تعبير باش غادي نقول من اكادير عليها شي حاجه. حصار جوي بحري ارضي، يعني من جميع الجهات. وبزاف واللي بغيت نوصل هو انني كنحمل المسؤولين ولا اله الا الله محمد رسول الله. شكرا لك ونتمنى الميساج يوصل ان شاء الله. شكرا سي مرزوقي. سمعتي زال ربما الشهادات وذكر فقط انه تم الحديث عن ولايه امن اكادير، تم الحديث عن الشرطه السياحيه، وذكر فقط بان حق رد مكفول سواء لبلديه اكادير ولو انه احنا اتصلنا بهم، كذلك بالنسبه لولايه امن اكادير من عندهم الحق انه يردوا في الحلقه المقبله ان شاء الله ولا حتى الحلقات المقبله. تفضل. وي سي احمد، غير بالنسبه للمداخلات ديال الاخوان هي كتلمس فيها الحرقه وتتمس فيها مدى اليأس والإحباط اللي ولا كيحسوا به هاد الإخوان هادو التجار. وهذا راجع لسببين، أنا في الاعتقاد ديالي سببين. السبب الأول وهو العطاء اللي هو غير منتهي ديال هاد الشريحة من الناس من المجتمع المغربي. العطاء من خلال الرأس مال اللي وضعوه هاد الناس هادو، من خلال ما يوفرونه من يد عاملة، من خلال أنهم لم يكلفوا الدولة ولو سنتيم واحد أنه تستثمروا فيهم. والأدهى والأدكى من ذلك وهو أنه حتى أبسط الحقوق ما كيحسوش بها. وأنا كنحس بالحرقة وحتى الانفعالات اللي كاينة هي انفعالات اللي هي
يعني خص نعذروهم، ولو انه كاين بعض يعني انه بنادم يعني باحساس اللي هو تيحس بانه مظلوم، ما يمكنش يعبر الا بهذه الطريقه هذه. صحيح انه اليوم كنهضروا على الفرقه السياحيه وكنهضروا على يعني المسؤولين المباشرين في هذه العمليه هذه، ولكن انا كنظن بانه هاد القضيه هذه ماشي وليده اللحظه، ماشي هي ديال اليوم ولا ديال هذا الشهر ولا ديال هذا العام. هذه واحد التراكمات اللي هي كبيره، وهي يعني خلات انه الامور غاديه تتفاقم، ولات انه حتى الحلول ديالها كتولي بعض المرات كتكون مستعصيه. وهذا الشيء حنا عشناه مع المسؤولين. بعض الخطرات كتجيب ملف ديال مثلا انه لا يحترم الوجهه ديال السياح، بحيث انه كياخذ يقل في سياره اجره ولا شي حاجه، تيقول ليه ديني لهذه البلاصه ويديه لبلاصه اخرى. انه المحاصره اللي هي ممنهجه ديال السياح، لا في حدا البحر لا في السوق، اما يدخل مع الفوقيد اما راه ما يمشيش ما يدخلش مازال. انا كنعطيك بانه اليوم من بعد الصور اللي عطاوني الاخوان، لانه قبل ما نجي للبلاطو جلست مع الاخوان ديال المكتب ديال الجمعيه سوق الحد، قال لي واحد السيد بالحرف بانه واحد المرشد المزيف انه دفع المراه انها تتبكي علاش؟ لانها قال لها اما نمشي معك اما ارجعي وتولي الادراج ديالك. سائحه اجنبيه. سائحه اجنبيه. نعطيك انه هما ولاو كيقولوا سير لهنا وما تمشيش هنا. يعني انه هذه الاشكالات اللي اليوم مطروحه، انا كنظن بانه اليوم غادي تكون اذان صاغيه، لانه وصل السيل الزبا. وبالنسبه لاي تماطل واي تاخير اننا نحطوا الامور بجديه وتكون عندنا اراده حقيقيه لايجاد حلول ناجعه وتكون مستدامه، ما بغيناش ديك الحلول الترقيعيه ديال الحملات التمشيطيه الى اخره، هذه راه ما كتادي حتى لشي نتيجه. لذلك انا كنقول بانه بعض المسؤولين عندهم من الامكانيات ومن الكفاءات ومن الوسائل انه يقدروا يتعاملوا مع هذه المعطيات هذه ومع هذه الافات، ولكن لا يمكن ان نحمل غير واحد الجهه مسؤوليه دون اخرى. هذه مسؤوليه ديال الجميع ويجب تضافر الجهود ديال الجميع. شكرا لك سي عبد الرزاق. تعقيب ديالكم على المداخلات ولا التظلمات ديال المستمعين غالبا كلهم تقريبا، اعتقد ان كلهم عندهم بازارات، كلهم كذلك غادي يغلقوا 48 ساعه ولا ربما اكثر من 48 ساعه. احنا البارح في الجمع العام سمعنا اكثر من هذه الهضره هذه. ما قيل يوم امس في الجمع العام الاستثنائي في القاعه ديال الغرفه، هذا راه غير واحد جزء بسيط من داكشي اللي تقال. يعني الناس يعني وصلنا نقولوا كفى صافي، كفانا من اش نقول لك. كيقول المثل قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. قطع لي عنقي وما تقطعليش رزقي. الا غادي تقطع لي رزقي احسن تقطع لي عنقي. ملي غادي نجلس انا في المحل ديالي نجي مع الصباح ونحل ونجلس ونلقى واحد المجموعه شي من هنا واقف. الا داز دابا حنا في ايتسوس، حنا الممر ديال ايتسوس. شنو عندنا في ايتسوس؟ ايتسوس كاين مرافق عموميه مهمه لمدينه اكادير. كاين الغرفه، كنبداو من الغرفه، كنبداو المتحف البلدي للتراث الامازيغي، وكاين المسرح البلدي. هادو مرافق السائح يجي يدخل يكون حر منين يدوز قدامهم. واش كتعتقد انه السائح غادي يمر قدام في ساعه ايتسوس وديك الغابه اللي كاينه مورا هنا سي احمد، هنا وديك الغابه اللي كاينه مورا الهواء التلقائي تما، هنا دقيتي قستي واحد الجرح. انا كنشوفهم تعرف ماذا نعاني حنا من ديك الغابه وماذا نعاني من مسرح الهواء الطلق اللي صبحوا كينعسوا فيه الشماكريه، وماذا نعاني من المؤسسات الفندقيه المغلوقه عبر تروز اتلانتيك، والمؤسسه الفندقيه فندق السلام اللي ولاو الى مسدودين في وجه السياح، فهم مفتوحين في وجه الشمكره. والمحلات اللي تسرقوا في ايتسوس واللي دخلوا لهم الشفاره بالليل كيجيونا من ديك الغابه اللي مورا الغرفه امور المسرح والمتحف، وكيجيونا من تروز اتلانتيك والقيصريه ديال تروز اتلانتيك واللي فيها. راه انا مازال عندي الدجاج مهرس، مازال ما صوبش. الدجاج المحل ديالي مازال مهرس. دخلوا لي الشفاره
وهرسوا لي الجار ماشي انت بوحدك، شحال من واحد دخلوا ان عندك المحلات اللي دخلوا لهم محل بمحل. نعرفونا حنا ولينا حنا تما الاناره تبارك الله كاين داروا تما شي شميعات يلا مضوين على راسهم كيبانوا غير باش ما يدوزوا فيهم الناس. بحال ديال فيينا كيقولوا ربما واقيلا خداونا موديل ديال فيينا ولا مرسى. الساحه ديال ايتسوس، الساحه فين كاين النافوره، ما نقدر هذيك الساحه ولات وسمه عار في وجه البلديه اكادير. الساحه ديال ايتسوس واعيدها واكررها وسمه عار في وجه مدينه اكادير والمسؤولين ديال مدينه اكادير. النافوره في وسط المدينه ديال اكادير تصوبات في 94 ولا 95 خدمات عامين والى حد الان راه خاسره. المدرجات دوك الدروج اللي دايرين تما في ايتسوس ما فيهمش الضوء، الا داز تما شي واحد يتكريسا راه عار. هذيك نقطه سوداء سي عبد الرزاق وجه مدينه اكادير. سي عبد الرزاق وصلنا للنهايه ديال الحلقه. واحد الكلمه اقل من دقيقه للسي مرزوقي، رقم دقيقه لان الوقت يضيقنا الان. نعم، انا ما بغيتش باش نكملوا هذا اللقاء هذا بنظره تشاؤميه، وبالتالي عندي بعض المقترحات اللي هي يمكن اننا لا فقط انه ان شاء الله باقي عندنا الحلقات المقبله غنتبعوا التبعات ديال هذا الاغلاق ان شاء الله. راديو بلس غادي يواكب ان شاء الله التبعات ديال هذا الاغلاق ديال هذا المحل التجاري. تفضل. لا، غير اللي بغيت نقول بانه هذه المدينه هذه كتستحق اكثر من اللي هي عليه اليوم. انا كنطالب على اساس انه كل الناس اللي كيعملوا في المجال السياحي، لانه هذا واحد القطاع اللي هو يتقاطع مع قطاع ديال الصناعه التقليديه، انه يخدموا بجد وانه تكون عندهم الاولويه الاولى وهي تنشيط السياحه داخل هذه المدينه هذه، لان من خلالها غادي كذلك التجار ديال منتوجات الصناعه التقليديه يقدروا يلقاو يعني الراحه ديالهم، وكذلك انهم يزيدوا في التجاره ديالهم. وعندي هنايا انني كنشير لمساله واحده، وهي انه لا يمكن ان نتكلم على قطب سياحي في الوضعيه اللي هي عليه اليوم مدينه اكادير والنواحي ديال مدينه اكادير. شكرا لك سي مرزوقي، عضو غرفه التجاره والصناعه والخدمات، رئيس لجنه الصناعه التقليديه بمجلس جهه المصادره. سي عبد الرزاق اقل من دقيقه الله يخليك. اولا نشكر راديو بليس هذا على هذه الفرصه، وحنا في الجمعيه ديالنا يعني كنتمناو السيد الوالي المعين حديثا بمدينه اكادير ياخذ الملف ديالنا، وحنا كنتوسموا فيه الخير وما غاديش نقولوا سدينا الباب، حنا مازال الباب ديالنا مفتوح. شكرا لك سي عبد الرزاق الخليفي، امين مال جمعيه المهنيه تجار منتوجات الصناعه التقليديه باكادير. مستمعينا الكرام، كان بدنا يكون معنا ممثل او مسؤول عن بلديه اكادير ياخذ وجهه نظر المجلس البلدي لاكادير، كذلك بالنسبه لولايه امن اكادير من حقها انها ترد في احدى الحلقات المقبله. مستمعينا الكرام، لكم تحيات السلامي في القمه الفني احمد المتوكي، اتمنى لكم ليله سعيده.